البابكا حاجة كده بتقع بين العيش وبين الكيك، أمثالها زي أمثال باقي العيوش المنشقة من عيلة البريوش. ناس كتير بتعتبرها عبارة عن كيك معمول بالخميرة بدل البيكنج باودر. مش مهم الكلام ده كله، المهم اللي انتوا في الآخر هتاخدوا لوف شكله جميل جدا وطعمه أحسن بكتير. تقدروا تاكلوها وسط اليوم كتحلية مع كوباية قهوة، أو تقدروا تاكلوها على الفطار مع كوباية لبن. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد، والنهارده هنعمل لوف البابكا محشي بالشوكولاته. اول حاجه في بوله حطيت 100 جرام لبن دافي، وهحط عليهم 27 جرام سكر و5 جرام خميره فوريه وبضايه كامله حجم وسط. هقلبهم مع بعض. بعد كده في بولة تانية هحط 275 جرام دقيق متعدد الأغراض أو متعدد الاستخدامات، عليهم 3 جرام ملح. هضربهم وبعد كده هنزل عليهم بالمكونات السائلة اللي احنا خلطناها من شوية. هفضل اقلب بالسكريبر لحد ما يكون عندي العجين كتل ويكون صعب ان انا اقلبه بمعلقة او بالسكريبر. هبتدي اعجن بايدي والم العجين اخليه كله كتلة واحدة. بعد كده اطلعهم من البولة وابتدي اعجن على الرخامة لمدة 5 دقايق لحد ما يكون عندي العجين سطحه املس. وبعد كده هحط عليهم 70 جرام زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة. هفرد الزبدة على وش العجين بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اقفل عليها العجين وابتدي اعجن تاني. بعد دقيقة تقريبا هلاقي العجين قطع معايا وبقى بيلزق وهيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنكمل عجن، هتاخد تقريبا مننا من 8 ل 10 دقايق لحد ما العجين يلم مرة تانية ويكون على شكل كرة ملسة. لو هتستخدموا العجان هتعملوا نفس الخطوات اللي انا عملتها. هتخلطوا اللبن مع السكر والخميرة والبضاية، وتخلطوا الملح مع الدقيق، وبعد كده تحطوهم في العجان تشغلوا على اول سرعة لمدة دقيقتين. بعد دقيقتين او بعد ما العجين يلم ويكون على شكل كرة هتحطوا الزبدة وتشغلوا على سرعة وسط من 6 ل 8 دقايق او لحد لما العجين يكون على شكل كرة ملسة. بعد ما يكون عندنا العجين بالشكل ده هقوم عامله على شكل كرة وهحطه في كيس بلاستيك وهفرده بالفرادة او بالنشابة على شكل مستطيل، واحطه في التلاجة ليلة كاملة قبل ما افرده للشكل النهائي واخمره. هتلاقوا المكونات كلها مكتوبة بالجرامات والمعايير في الديسكريبشن، وهتلاقوني كمان سايب ملاحظات لو حاجة انا نسيت اقولها في الفيديو، او لو استخدمت براند معين من المكونات اللي انا استخدمتها ديت وضروري تستخدموه، او الافضل ان انتوا تستخدموا نفس النوع، هتلاقوني برضو كاتب. ولو في حاجة غلط انا قلتها او عملتها في الفيديو هتلاقوني كاتبها في اول تعليق. حاجة تانية هنعملها، هنعمل السيرب اللي هندهن بيه وش العيش أول ما يطلع من الفرن. ممكن تعملوه في نفس اليوم اللي هتجهزوا فيه العجين، أو ممكن تعملوه تاني يوم اللي هتخبزوا فيه. المهم يقعد 4 ساعات قبل ما تدهنوه على وش العيش، المفروض يكون بارد تماما. في حلة صغيرة حطيت 150 جرام مية، عليهم 150 جرام سكر أبيض، قلبتهم وأحطهم على نار هادية لحد لما يعمل بابلز صغيرة كده، أو لحد لما يوصل على الترمومتر من 70 ل 75 درجة مئويا. هغطي الحلة وأسيبها لمدة من 3 ل 4 دقايق، وبعد كده هكشفها وأسيبها لحد لما يوصل لدرجة الغليان، أو لحد لما يوصل على الترمومتر من 100 ل 105 درجة مئويا. بعد كده أرفعها على النار وأسيبها تبرد لمدة 4 ساعات أو لحد لما تبرد تماما. دلوقتي عدى ليلة كاملة على العجين في التلاجة، خمر حاجة بسيطة جدا لا تذكر. أهم حاجة حصلت إن الزبدة دلوقتي بقت باردة وبقت متماسكة، خلى العجين معايا ناشف وسهل تشكيله. رشيت شوية دقيق كويسين على الترابيزة اللي هشتغل عليها، وبعد كده هقطع الكيس أخرج منه العجين وابتدي أفردها على شكل مستطيل. المستطيل ده تكون أبعاده اختيارية إلى حد ما، أهم حاجة ما يقلش طوله عن 35 سنتي، وعرضه هيكون على حسب طول العلبة اللي هتخبزوا فيها. يعني العلبة اللي أنا استخدمتها دي طولها 25 سنتي، ففردت عرض المستطيل ده 23 سنتي، أقل 2 سنتي عن طول العلبة. فهتفردوا العرض بتاع المستطيل دوت اقل 2 سنتي عن طول العلبه اللي انتوا تخبزوا فيها اللوف، والطول بتاع المستطيل العجينه اللي انتوا تفردوه هيكون اقل حاجه 35 سنتي. ولو حابين اللوف في الشكل النهائي يكون فيه رقات اكتر هتفردوه اطول من كده. المهم اللي انتوا تفردوا المستطيل ده باسرع وقت ممكن، خصوصا لو الجو حر، قبل ما الزبده تبتدي تسيح والعجين يبتدي يقطع منكم. بعد كده هبتدي احط الحشو بتاعي اللي هو اي نوع شوكولاته سبريد. انا استخدمت شوكولاته بندق وتقلتها شويه بمعلقتين كاكاو. فلو لقيتوا ان نوع الشوكولاته السبريد اللي انتوا تستخدموه سواء نوتيلا او اي نوع تاني قوامه خفيف ومحتاج ان انتوا تقلوه، هتقوموا حاطين عليه كاكاو لحد ما يوصل لقوام تقيل نوعا ما، علشان ما يسيحش ويبهدل الدنيا اثناء التخمير او اثناء التشكيل. هفرد الشوكولاته كده بسكريبر او بمعلقه بشكل كامل على العجين مع عدد 2 سم حوالين اطراف العجين. بعد كده هبتدي الف العجين رول وانا بلف بسحب كده سنه لورا، بخلي العجين محكوم شويه. وبعد كده اقطعها بسكينه مشرشره نصين بشكل طولي. مكان القطع الجزء اللي فيه الرقات الشوكولاته والعجين دوت المفروض هيكون وش اللوف بتاعي. فهحط العجين، هخلي الوش اللي فوق هو اللي فيه الرقات، هحطهم فوق بعض اخليهم على شكل اكس كده. وبعد كده هبتدي الف الجزء اللي فوق دوت لفتين تقريبا او على حسب ما العجين يجيب معاكم. بشد سنه بسيطه كده وانا بلف. اهم حاجه احاول اخلي الوش اللي فوق دوت هو الوش اللي فيه الرقات، واحاول كمان ان انا ملحوسش الدنيا كده وانا بلفهم.
لو الشوكولاتة بقى اللي انتم استخدمتوها سايحة شوية او قوامها مش تقيل زي اللي انا مستخدمها كده بعد ما تقلتها بكاكاو، طبعا هتلاقوا الدنيا معاكم لحوست، والحقيقة مش هيأثر بس على شكل اللوف، مش هيخليه بس ملحوس وشكله مش كويس او شكله مش نضيف، كمان هتشيط منكم في الفرن وهتفور. هلحم الطرف كده حاجة بسيطة، هضغط عليه حاجة بسيطة قوي، وبعد كده اكرر نفس العملية مع النص اللي تحت، هلفها لفتين او على حسب العرض اللي انتوا فردتوا المستطيل بيه، وهلحمها برضو كده حاجة بسيطة، هضغط عليها بايدي من غير ما ابوظ الدنيا. بعد كده هنقل اللوف دوت بنفس الشكل كده، الوش اللي فيه الرقات لفوق، واحطهم في العلبة بتاعة العيش التوست او بتاعة الانجليش كيك بتاعتي. انا استخدمت ورقة زبدة ودهنتها زبدة كويس علشان عارف ان العلبة بتاعتي مش كويسة وساعات بتطلع حاجات سودة كده في العجين، فاستخدمت ورقة زبدة. لكن لو انتم عارفين ان العلبة بتاعتكم كويسة وما بتلزقش، هتدهنوا العلبة زبدة وتحطوا فيها العجين من غير ما تحطوا ورقة زبدة، وده الحقيقة هيطلع معاكم اللوف احسن ما تحطوا ورقة زبدة، لان هتاخدوا طبقة مقرمشة اكتر من بره. هغطي العلبة بلاستيك وهسيبها في درجة حرارة الغرفة من ساعة ونص لساعتين لحد ما حجمه يتضاعف، وبعد كده اسخن الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق قبل ما ادخل اللوف. وقبل ما ادخل اللوف هنزل على درجة حرارة 170 مئويا، هياخد تقريبا 40 دقيقة في الفرن. بعد اول تلت ساعة هلف العلبة، وبعد نص ساعة لو لاحظت ان وش اللوف ابتدى يغمق جامد زيادة عن اللزوم والشوكولاتة ابتدت تشيط، هقوم مغطيه ورقة ألمونيوم واسيبه لمدة 10 دقايق كمان او لحد لما يستوي، هيبقى لونه ذهبي غامق شوية. انا سبته ساعة الا تلت في الفرن، وبعد كده قفلت الفرن وسبته 5 دقايق والفرن مطفي علشان اتاكد ان هو مستوي كويس من جوه، علشان يكون مقرمش شويه من بره. اول ما اللوف هيطلع من الفرن وهو لسه سخن وهو لسه في العلبه بتاعته، هدهنه بالسيرب اللي عملناه المفروض دلوقتي اللي هو بارد تماما، وبعد كده اطلع اللوف من العلبه واسيبه يبرد تماما قبل ما اقطعه. وبكده تكون البابكا جاهزه، تقدروا تقدموها مع قهوتكم المفضله او مع حليب. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، لو حابين تشوفوا مني فيديوهات تانية اعملوا سبسكرايب وفعلوا الاشعارات، لو في اي سؤال سيبوه في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.